القفطان ديالنا. شوف ديروا القاضي يلبسوا القايد، يلبسوا المقدم، تلبسوا مرتكاس يتبون، المهم مغربي يكون داك الشيء منظم متول. سير انت جي بابا بابا بربلاق بربلاق طالعين في واحد الدروج، هو طاح تهرس، جاي اخر هزو، واحد اخر سبق منه ما كاينش التليفون كيطيح، شكون شي كيصور كلشي كدا بربلاق. شمن صوره كتعطيو للبلاد؟ شمن صوره كتعطيو؟ اودي الله يمكن حتى انا والله الا حماق كنقري فيهم. غير بيننا راه جاي بالمقابل باش يخففوا به الضغط الشعبي، ينسيو به شويه داك الشيء ديال ولكن جايب، ولكن بعدا جايب المقابل يجي وهكاك وهكاك مزيغيه دابا داك الطريقه الفضائحيه، ولا هما باغيين داك الفضايح. بيس، تحياتي غير بيس. انا مصيبه والله، لا مصيبه بالله، والله الا كارثه بالله. المهم الاخوان دابا غادي نديروا واحد الوصله اخيره، هي ديال اجدك ولينا كنستعمروهم ثقافيين. اجدك والله العظيم الاستعمار الثقافي. ها تخيل معايا دوله سميتها المغرب، يعتقدون انها دوله هكذا يعني في طريق التنميه، دوله عاد بديع المجهود، وحنا قاعد نستعمروهم ثقافيين وهلكناهم هليك. اسمع شتي هادشي ملي هضرت عليه كانه استعمار ثقافي، هادو مازال غيمنعوهم هادشي، غيمنعوهم من هذا الطقوس. ما بغيتش نبين الكاميرا اختي وهبه لان غيضربوني بالسينيال. اجي هادو عيساوه ياك، عيساوه هذيك مكناس، مكناس. تحياتي الناس مكناس. انتم مكناس. شوف الزليج داكشي نتاع فاس استعمرناهم، دابا مكناس. قال لهم دومير، قال لهم مكناس جاو من غيليزان. مكناس قال لهم كاين شي حاجه مكناس بصح هذيك ديالنا. قال لهم مكناس اصلا ديالنا، مكناس جزائريين جاو من غيليزان. دومير دومير سميتو عليه، تعرفوا دومير دكتور الحامير. هذا دكتور الحامير اللي دار واحد الفيديو على الملك، قال لك لا ماشي شريف وكذا، وهذه وقع التدليس، اتهم باننا ندلسوا في الشرف نتاع الملك ديالنا وكذا وكذا. هذاك دومير قال لك واحد السيد بانه ولا شريف اكثر من شي ناس في المغرب، اشرف. دومير ولا اشرف كما كتسمعوا اخوتي. والله ما تفهم حتى وزه. انا ما غنعلقش دابا، ما غنسكت. انا ملي سمعت دومير ولا اشرف ولا شريف صافي شدتني اللقوه. ما علينا، نرجعوا للموضوع الاستعمار الثقافي. هذاك دومير قال لك مكناس عيساوه ولا وليه. واسمع هذه، هذا شمن لون موسيقي؟ انا راه بكثره الالوان الموسيقيه عندنا في المغرب اتلفت. هذا شمن لون هذا؟ بونيف حمير. اسمع النظام الجزائري، عندكم واحد السيد جزائري عنده واحد المحل في تلمسان سميتو دار الفاسيه. بغيتو تخليوه، المهم دابا راه تسجل، حنا راه سجلناها، راه واخا يبدل السميه حنا راه سجلناه. حنا بالنسبه لينا اكبر استعمار ثقافي هو هذا، فهمتي؟ بالنسبه سدوا ليه المحل
قبل ما نهضر نقول خليها حتى الغدا باش نبقى نبان انا حتى نكون واعر، انا نقول لهم انا كنحكم تيك توك. خليوه حتى الغدا وسدوه باش نقول انا رانا انا اللي ما كتخليوناش فين نلعبوا اصاحبي كاع. لا المهم السي تبون، السي عبد المجيد، انا كنهضر معك بكل صداقيه ومصداقيه. انت امام امرين، اما تخلي داك الشيء نتاع المغرب وتلوحوا لينا وتمشي للجبه القبيليه وتمشي للقسنطينه وتمشي للكراكو وداك كعبوز من هنا، المهم دبر بحاينك غترد لنا رزقنا تبارك الله. بغيتي تخليه عندك وتزيد تبقى تدي، هذا سميتو الاستعمار الثقافي يا جدك. راه واخا تقول ديالنا، راه الا ما عندكش لو سافوار فير راه ما راك مستعمر، فهمت؟ راه بيتزا كنصاوبوها حنا هنايا في المغرب، البيتزا كنصاوبوها في المطاعم كاع، بيتزا 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 بيتزا، ولكن البيتزا تبقى ايطاليه، فهمت؟ يعني ايطاليا استطاعت انها البصمه ديالها السباغيتي والبيتزا. الهمبرجر داكشي نتاع شاطر ومشطور وبينهما كفتاق، هذا ديال الميريكان، فهمت؟ واخا تجيب الخبزه ديال الزرع مع الخبزه نتاع النخاله مع ودير كذا، كتبقى هذيك ثقافه امريكيه غزات بها. حنا كذلك القفطان ديالنا، شوف ديروا القاضي يلبسوا القايد يلبسوا المقدم تلبسوا مرتكز يتبون، المهم مغربي، فهمنا؟ يعني انت امام امرين، اما انك انا دابا كنخاف هذه الهضره هذه تعاقبني عليها الدوله، تقول لي انت راك ما بغيتيناش نستعمروهم ثقافي. اذا انا نعاود نقولها وتحمل مسؤوليتي، انت امام امرين، اما تجمع راسك وتقول لهم صافي حبسوا علينا داك الشيء نتاع اي ما كاينش مشترك، خلي علينا، راه داك اللعبه المشترك راه حتى واحد ما غيتيقك مشترك، ما كاين مشترك لا استزاد، الطاجين ما كاين لا مشترك لا ويل، الطاجين استعمار ثقافي مغربي، القفطان استعمار ثقافي مغربي، الدقه المراكشيه استعمار ثقافي مغربي، الشاميه اللي قلتوها جزائريه، شاميه، راه عندي واحد الفيديو هنايا واحد الشامي مسكين واحد اللبناني تلف، سمعت يعني شاميه كذا اسمها شاميه من كذا بالاسم كذا مش شاميه، لا مش على فكره هي الجزائر كيلو الجزائري، عينك عبد اسمه شامي وسط الجزائر، لا حول ولا قوه الا بالله، وهي لا بالجزائر اللي كان نحشي باللوز وما بعرف شو اسمه، شامي السطو على الحلويات السوري، السطو على التاريخ والثقافه السوريه. سميتها شاميه راه شامه صاحبي، صافي ماشي ديالك. عندك جوج حلول، يا اما تقول ماشي ديالي وتاكلها بافتخار عادي كما كنديروا حنا مع البيتزا بدون عقد، حنا كناكلوا البيتزا ما كنقولوش ديالنا، كنقولوش بيتزا المغربيه، كناكلوا البيتزا وما عندناش عقده، ناكلوا البيتزا، كنضربوا نعم زي الهمبرجر بدون عقد، كنقولوا هذا همبرجر امريكي اجي لامك هنا وكناكلوا، فهمت؟ انت امام امرين، بقلاوه الشاميه هذيك اللي سميتها عاود شي حاجه تركيه ماشي ديالك واستعملها بافتخار، واخا تصنعها انت يديك انت يصنعوها ماشي ديالك، فهمنا؟ صافي. نفس الشيء بالنسبه للطاجين المغربي، بالنسبه للقفطان، بالنسبه للزليج، بالنسبه للنقافات هذيك سميتها هذيك العماريه، طوط قراقب، الغيوان، عيساوه، الشعبي كذا، خذوا ماشي مشكل، كاع حتى حنا كنغنيو للشاب خالد، كنغنيو المامي، كنغنيو حسني، كنتصنتوا كذا، كاين الكوفر نتاع الاغاني ماشي مشكل، عادي كتوقع، فهمت؟ صافي. بغيتوا تستعمروا، المهم حنا رانا هكا، حنا كمغاربه نعتبرنا استعمرناكم. الاخوان غادي نعتذر، راه 10 الليل غادي نخلص اللايف، عندي التزامات اخرى خصني نقضيها، ما غاديش نقرا التعليقات للاسف. بسلام عليكم كاملين، بلا ما نقرا سميات، بلا ما نتفاعل معاك بالتعليقات، اعتذر نسيت الوقت، عندي هكا الاتصالات كيجوني باش نرتب شي امور. ببعض الى اللقاء، الى الغد بحول الله. السلام عليكم. غادي
غادي نناقش، غادي نعلمكم ان شاء الله يا ربي. الحاج داكو تحياتي لك، مرحبا.